السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. جيت النهاردة عن منتجات من ليلاك. ليلاك ناس كتيرة كانت عايزة اللي هو الكريم المرطب، كنت يعني رأيي فيه، وفي ناس كانت عايزة كمان رأيي في الصن بلوك بتاعهم. فانا لقيت على الموقع بتاعهم، لقيت كمان اللي هو البادي اويل، ولقيت كمان كريم التفتيح. فقلت اجيب يعني بالمره كده. كان في عروض عليهم، اللي انا فاكراه يعني كان في عروض عليهم. سعرهم كان مخفض عن سعرهم الاساسي، وكمان تهيالي يعني مش عارفه اشتري 3 واشتري واحده وعليها هديه، اشتري 3 واحده عليها هديه، او سعرهم مش فاكره بالظبط الصراحه. بس انتوا اكتبوا في السيرش في الفيسبوك، اكتبوا موقع ليلاك، وانتوا هتلاقي الموقع جالك على طول، وممكن تلاقي ان شاء الله الاوفر اللي هم عاملينه يعني تلاقيها ان شاء الله موجوده. هتكلم عن كل واحده فيهم. انا اتكلمت قبل كده عن الغسول، هتكلم على كل واحده فيهم. بس قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله جايلكوا على طول. اول حاجه هبدا بيها اللي هو الكريم الوايتنينج. خلينا نبدا باليمين. الكريم الوايتنينج، كريم الوايتنينج ده عايزه اقول لكم مش كريم اللي هو اللي بيفتح في نفس ذات الوقت، يعني مش كريم تفتيح فوري، لا هو كريم تفتيح على مدار يعني الشهور وكده. يعني مش من اول علبه هتلاقوا ممكن النتيجه. انا جربته حوالي اسبوع، ما حسيتش فرق الصراحه. بس هو الحلو اللي فيه او الميزه اللي فيه ان هو بيرطب حلو قوي. يعني انا بحطه كبالليل، بحطه يعني انا ما بحطوش ككريم بيفتح، بحطه ككريم مرطب. احلى حاجه فيه ان هو ما فيهوش ريحه، ما بيحسسش، طبعا مناسب للبشره الحساسه. كمان البشره بتمتص بسرعه، ما بيعملكيش وايت كاست، او ما بيعملكيش اللي هي طبقه بيضه، ما بيعملش خالص الحاجات دي. هو لونه زي لونه ابيض غامق يعني. بصوا كده، مش هتشوفوه متهيألي كويس. بصوا هو ابيض غامق، فانتوا مش ابيض فاتح يعني. بصوا، فالبشره بتمتص بسرعه، ما بيسيبش اثر دهني، ما بيسيبش تلزيق في الحر اللي احنا فيه ده. وكمان بينشف بسرعه. يعني هو الميزه اللي فيه ان هو بيرطب حلو قوي قوي قوي. فانا كمحتاجه ترطيب بالليل، فانا بحطه كمرطب وفي نفس الوقت ككريم بيفتح. فالصراحه عجبني جدا جدا جدا. مش هقول لكم هاتوه، ده شيء براحتكم يعني. فالصراحه هو عجبني يعني. تاني حاجه هنتكلم عنها اللي هو البادي اويل. احلى بادي اويل استخدمته في الصيف، او احلى بادي اويل شفته لغايه دلوقتي. اول حاجه هو خفيف جدا جدا. هو حجمه 150 مللي. اعتقد البادي اويل كان ارخصهم، بس حجمه كبير. بصوا عامل زي الميه، بس هو اويل. اللي عجبني فيه ان هو اول حاجه ان هو ما بيزيدش الجسم. تاني حاجه ما بيسيبش طبقه سميكه على الجسم. تالت حاجه ان هو سبراي، ترشيه رش، مش تفضي على ايدك وتدهني جسمك. تالت حاجه ان هو حلو قوي قوي في الحر اللي احنا فيه ده، في النور بيقطع والحر وكده. فانت تاخدي الشاور بتاعك وترش على جسمك، تعملي كده بس على جسمك، تدهنيه وبس، تسيبيه هينشف وحده. بينشف بسرعه جدا جدا جدا. بحس ان هو ما فيهوش ريحه. يعني انا حاسه ما فيهوش ريحه، استنى اتاكد. ريحته خفيفه قوي. يعني انا يعني ما تتوس يعني ما تعملش حساسيه للناس اللي بشرتها حساسه، مش هتعملك اي حاجه. تاني حاجه ان هو خفيف قوي، حلو جدا 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 في الصيف. حجمه 150 مللي، سعره كان اقل حاجه فيهم، ده اللي انا متذكراه يعني. وكمان حجمه حلو يعني كبير، هيقعد معاكي فتره حلوه، ممكن تكرريه تاني. انا الصراحه عجبني، وده كان احلى بادي اويل استخدمته لغايه دلوقتي. خفيف. في بادي اويل تاني انا جربته كان حلو وتحفه جدا، بس كان تقيل. ده اللي عجبني فيه ان هو خفيف قوي 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 يا جماعه جدا. يعني بصوا عامل زي الميه بالظبط، بس كانك بترش ميه. بصي كده، شايفين زي الميه. بس عايزه اقول لكم بيرطب ترطيب، تحسوا كده في لمعه كده في الجسم. بصوا شايفين اللمعه، بس
بس فظيع. يعني انت خلاص دهنتي ايدك او دهنتي جسمك، خلاص على كده خلص ال الزيت بتاعه وتشرب الجسم وخلاص. فالصراحة اللي عايز بادي اويل او اللي عايز زيت للجسم في الحر اللي احنا فيه ده، هاتوا اللي هو ليلاك، اللي هو البادي اويل بتاعه حلو قوي 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 قوي، يعني تحفة. تاني حاجة او تالت حاجة اللي انا هتكلم عنها اللي هو الكريم المرطب. كريم المرطب بتاعهم فظيع فظيع فظيع. عايزه اقول لكم انا بشرتي دهنيه، هو عباره عن جل بس على هيئه كريم، يعني اسمه جل كريم. فعايزه اقول لكم بينشف بسرعه غريبه، ما بيسيبش اثر دهني، ما بيسيبش تلزيق، ما بيسيبش وراه اي اثر خالص وراه. هو بيرطب البشره فعلا، حرفيا بيرطبها حلو جدا جدا. ده كان شكله، بصوا شكله، شايفين حلو قوي قوي قوي. فانا نصيحه مني ان انتوا تجربوه. يعني بصوا انا كترت الكميه فانا حطها على ايديا. فعايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي. ناس كتيره قالت لي جربي اللي هو الليلاك الجل بتاعهم او المرطب بتاعهم، فظيع يا جماعه فظيع. بيسيب كده طبقه في الجسم كانك انتي حاطه حاجه كده ناعمه، بيسيب كده نعومه في الجسم اللي هو المرطب. فعايزه اقول لكم حاجتهم فظيعه فظيعه فظيعه. يعني الناس اللي قالت لي جربي صراحه كتر خيرهم، لان انا بجد استفدت منها الحاجات دي. فعايزه اقول لكم فظيع فظيع. بصوا نشف ازاي، نشف في هوا، بقى الجلد عادي مفيش اي اثار ليه، فبينشف بصوره حلوه قوي. في كمان السيراميد حلو جدا للي احنا فيه في الترطيب ده، وكمان مناسب جدا للصيف اللي احنا فيه. هو عباره عن جل هينفع انا اعتقد يعني ان ينفع لجميع البشرات، بس خصوصا كمان البشره الدهنيه والمختلطه المائله للدهنيه والحساسه كمان اللي ما فيهوش ريحه، فمش هتتحسسي منه ومش هيجيلك اي التهابات منه. فحلو قوي قوي قوي. اخر حاجه بقى او رابع منتج اللي انا هتكلم عنه اللي هو الصن بلوك. الصن بلوك بتاعهم عباره عن اللي هو اسمه اكوا انفيزابل فلويد. يعني عباره عن فلويد. يعني ايه فلويد؟ يعني ناعم، يعني خفيف قصدي، يعني اخف من اللوشن. في لوشن، في جل، في فلويد، في كريم، فاهمين؟ فالفلويد خفيف قوي قوي قوي. فانا اعتقد ان في كمان كان منه الكريم، بس انا اخترت الفلويد عشان انا بشرتي دهنيه. ده حجمه 50 مللي بس حجمه حلو. عايزه اقول لكم ازاز اصلا كلها او العلب كلها الباكجنج بتاعتهم حلو قوي. حتى الباكج بتاعت العلبه نفسها حلوه، تحسوها كده حاجه كده اسمها ايه، حاجه مميزه، فاهمين؟ فعايزه اقول لكم حلو قوي في الصيف، مش بيعرق مش بيحرر، بينشف بسرعه، ما بيسيبش اثر دهني وراه، ما بيسيبش تلزيق وراه او حاجه كده تحسها ملزقه، ما بيسيبش اي حاجه من الحاجات دي خالص خالص. بينشف بسرعه، حلو للناس اللي بشرتها دهنيه، وحلو كمان للناس اللي بشرتها حساسه ما فيهوش نسبه عطور، وكمان ما بيسيبش وايت كاست او ما بيسيبش طبقه بيضه. عشان خاطر في ناس ما بتحبش الطبقه البيضاء على بشرتهم، فما اسمها ايه، ما تقلقوش، ما بيسيبش الحاجات دي خالص. فهو مرطب. هو كمان في نسبه ترطيب اللي انا اكتشفته. انت بحط المرطب ده وبعدين بحط الليلاك اللي هو الصن بلوك بتاعهم، بس كده شكرا. ما بعملش اي حاجه فترة الصيف، فترة النهار، لان الصيف اصلا مش محتاجة ان انت تحطي ميك اب لان الحر والنور بيقطع، فانت واحد بينهار، فالواحد يا دوبك بيلبس بالعافية اصلا. فعايزة اقول لكم حلو قوي قوي قوي. مكتوب كمان هنا اللي هو في انتي دارك سبوت، يعني ممكن بيعالج البقعة اللي هي البنية او الداكنة يعني. فانا ما شفتش الصراحة دي، بس انا شفت ان هو صن بلوك ممتاز 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 ممتاز. وكمان حلو فيه ان هو ووتر ريزيست، فبصراحه تحفه. فده كان فيديو النهارده عن منتجات ليلاك. يا رب اكون يعني شرحت كويس او فهمتكم كويس، ولو في كمان حاجات تانية عايزين تجربوها قولها لي، وان شاء الله على قد ما اقدر هجرب لكم حاجات تانية كتيره يعني. بس الصراحه مجموعه ليلاك
مجموعة فظيعة فظيعة فظيعة. ولو في منتجات تاني انا منها نفس الشركة دي هجربها ان شاء الله وهقولكم رأيي فيها. ده كان فيديو النهاردة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.